السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ رجعت لكم فيديو جديد، والنهارده رجعت لكم بفلوج اخر يوم امتحانات، وقلت اخدكم الاول معايا كده من بالليل. وطبعا اسفه على التاخير الكبير قوي دوت. ويلا بينا نبدا فيديو النهارده. قبل ما نبدا الفيديو طبعا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا منزله. يلا بينا نبدا في الفيديو النهارده. اول حاجه كده عملتها بدات اخطط ليومي من اوله كده عشان ابقى عارفه انا هعمل ايه. بدأت كده جبت الديلي بلانر بتاعتي وبدأت اكتب كل التودو ليست اللي كنت اعملها. انا مش مصدقه ان انا بعمل الفيديو دوت بجد، ما كنتش متخيله انه الترم ده هيعدي بالسرعه دي. كنت حاساه ترم تقيل جدا، واخيرا اخيرا 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 خلص. ربنا يسترها بقى على الترم التاني عشان انا مش عارفه ليه برضه خايفه. يعني في الاول بنبقى خايفين من الترم ومن اول السنه الجديده، وبعدين بنرجع نستسهل الموضوع قوي في الاخر وانا عارفه كده وده اللي حصل حاليا يعني. وبرضه خايفه مش عارفه ليه، بس ربنا يستر. حاسه اني عندي طاقه ومش عندي طاقه الاتنين في نفس الوقت، وحاسه اني خايفه ومش خايفه برضه الاتنين في نفس الوقت، ومش عارفه ليه الاحساس دوت. مش عارفه بصراحه. بس يعني ناس كتير قوي قالت ان بتقول ان الترم التاني يعني بيبقى اصعب شويه من الترم الاول. ف هنشوف. وبالذات الرياضه بيقولوا الرياضه بجد بتبقى تقيله في الترم التاني. وفي ناس قالت انه التاريخ ماشي هيبقى تقيل في الترم التاني، والترم الاول كان خفيف عشان كان فيه جغرافيا واتلغت، فكان التاريخ بس اللي علينا فكان خفيف. اما في الترم التاني هيزودوها بقى بجد علشان مفيش غير تاريخ بس ومفيش جغرافيا. فربنا يستر. وادينا بنسمع من هنا وبنسمع من هنا، والله اعلم بقى. يعني انا مش عايزه اخوف نفسي بصراحه، مش عايزه اخوف نفسي ويبقى فيها طاقه سلبيه اكتر من اللي فيها بصراحه. هنا بقى جبت الستيكرز، فاكرين اللي كنت موريها لكم في مشتريات المدرسه؟ حطيت منها هنا حاجه بسيطه كده في الجنب من فوق. ما استخدمتهاش كتير بصراحه، ما استخدمتهاش كتير، استخدمت منها حاجه بسيطه جدا. وبصراحه الفرع اللي انا اخترته ده الحاجه البسيطه دي كانت شكلها حلو جدا، وكانت ماشيه مع ديزاين البتاع نفسها. و هنا بقى كنا الصبح يا جماعه وصحيت، واول حاجه عملتها كده رحت داخله متوضيه وصليت الفجر. وبعد ما خلصت صلاه رحت جايبه هي دي كام ورقه كده على بعض فيهم اذكار الصباح فقراتها. هنا بقى قلت اقوم اراجع شويه. طبعا كان لسه فاضل وقت كتير. انا الامتحان بتاعنا كان الساعه 1:30، فكان قدامنا وقت كتير جدا من الصبح يعني لحد الساعه 1 مثلا. قعدت اراجع شويه على اكتر الحاجات اللي ما كانتش ثابته في دماغي قوي. و قعدت، كانت ماما عامله بليله فقعدت اكلت شويه لاني ما كنتش لسه فطرت. فاكلت شويه، وطبعا ما فطرتش غير لما جيت من الامتحان. وبقى قعدت اراجع كتير كده لاني بجد كنت متوتره. انا بحب التاريخ جدا، فانا عندي في حاجه ان اكتر ماده بحبها ببقى اكتر ماده متوتره منها. لاني انا بحب الماده دي، فبيأثر فيا قوي لو غلطت فيها في حاجه. فببقى متوتره ان انا اغلط فيها عشان دي الماده اللي بحبها، والماده اللي بحبها اكيد يعني اكتر ماده ببقى مذاكراها. وبعد كده بعد ما خلصت المراجعه صليت رحت دخلت اتوضيت وصليت الظهر، لاني زي ما قلت لكم الامتحان بتاعنا 1:30 فبعد الظهر يعني. وبعد كده جبت الديالي بلانر، قعدت اعلم على الحاجات اللي انا عملتها، قعدت اعلم على اذكار الصبح اللي ما كنتش لسه علمت، وعلمت على صلاة الفجر، وعلمت على مراجعة التاريخ اللي انا كنت كاتباها دي. انا يا جماعه في اليوم ده كنت كاتبه نوت بسيطه كده. كنت عايزه اعملها ان انا اصلي فروض اليوم بالنوافل بتاعتها. مش دايما بصلي النوافل، او قليل جدا لما بصلي الصلاه بالنوافل بتاعتها كلها. ففي اليوم دوت كنت عايزه اصلي فروض اليوم كلها بالنوافل، والحمد لله عملت حاجه زي دي هتشوفها في الاخر.
هنا بقى كنا رحنا الامتحان وخرجنا كمان، وجيت انا وصاحبتي. طبعا احنا كنا متفقين هنقعد كلنا، بس ما فاضلش غيري انا وصاحبتي دي بس. فقعدنا مع بعض، جبنا اندومي، شويه حاجات كده هتشوفوها لما نروح. ماشي. وهنا بقى رحنا مولعين على الميه. طبعا ال- الحاجه الاساسيه اللي لازم في كل قعده نجيبها هي الاندومي، لازم يتعمل. ما تعرفوش ليه، حاجه اساسيه كده بجد. عندنا الاندومي هنقعد يبقى اندومي. طبعا احنا كنا كتير وكنا متفقين ان احنا هنقعد، بس للاسف الكل خلف بوعده وما فاضلش غيري انا وهي. مش مشكله، عادي يعني. اهم حاجه ان اليوم مشي زي ما كنت عايزه. ليه رخامه يعني؟ يعني مش مشكله، مش مشكله. استحي بتاع يفور. خدي. شفتي بقى ست السبب؟ اه والله يا بنتي عندك حق. حطي ده بجنب. اديني على ايدي. ياه، شفتي؟ بصي في قد ايه؟ لسه في امل. بصي في قد ايه؟ مصر ام الدنيا ولا؟ فين ابو الدنيا بقى عشان ابقى واخده بالي؟ سايب ام الدنيا متدهوره كده ليه؟ انت عارفه ولا مش عارفه؟ يلا ردي كده، تكفي حته واحده بس، ما تحطيش على ايدي. انت عارفه بحط التوابل دي على الفطار بيبقى طعمها حلو قوي. احنا شايلين طاوله. لا دي التوابل دي احلى من توابل الفطار والله العظيم. وبعد كده بقى قعدنا جهزنا الحاجة، وقعدنا جبنا التاب وشغلنا حاجة اسمها الحاجة دي ايه هي بقى، شغلنا فيديوز بتاعت رمضان. بنسترجع الذكريات بما اننا خلاص رمضان على الابواب. فاحنا بجد بنحب لما نقعد مع بعض يكون في حاجة زي كده، رمضان، العيد، في حاجة زي كده، نحب نسترجع الذكريات بالفيديوهات دي. وانا وهي بنحب الاجواء دي جدا جدا جدا. بعد كده بقى قمت صليت العصر وعلمت على شوية حاجات انا عملتها، وكمان قرأت اذكار المساء. ماشي. وعلمت عليها. بجد يا جماعة بحس احساس حلو قوي لما بكتب الحاجة واعلم عليها واكون عملتها. ومش دايما بصراحة كل حاجة بتتعمل. بس ما فيش مشكلة يعني، عشان يعني لما تكتبوا حاجة وما تعملهاش ما تزعلوش، لاني مش دايما بنعمل كل حاجة. بس بحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل الحاجة اللي انا كنت كاتباها ومخططه لها. وبعد كده بقى قعدت شوية، قعدت اسبح. طبعا عدى فترة طبعا، وماما بقى كانت عاملة محشي، وقعدت اكلت محشي علشان ما تزعقش، لان احنا كنا واكلين اندومي وهي كانت عاملة محشي. فاكلت. صليت العشاء دلوقتي وخلاص. فرحانة قوي النهاردة اني صليت الفروض كلها بالنوافل. حاجة انا حطيتها كتبتها فقضيتها الحمد لله. بحب ان انا اكتب الحاجة اللي عايزة اعملها، بحس اني لما اكتبها بعملها اكتر. عشان كده دايما بحب اكتب كل حاجة. طبعا انا ما قلتش دي بصراحة النهاردة لاني ما كانش هو انا ما ذاكرتش النهارده غير رجعت بس شويه الصبح، فاصلا الصبح نسيت اقراهم، افتكرتهمش بقى غير لما انا بقرا اذكار المساء. فعادي يعني مفيش مشكله. اكمل برضو دول ماشي. وبس خلصت كل ده.